بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة الهدف من أخبار الرياضة. فيروس كورونا يضرب منتخب الشباب في تونس. قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه على تواصل مع وزير الطيران لتجهيز طائرة خاصة تعيد منتخب الشباب من تونس إلى مصر في أسرع وقت، بعد تعرض عدد من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا وعدم مشاركته في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا. وكان الدكتور أشرف صبحي قد أكد من قبل على إصابة 13 لاعبا من منتخب الشباب بفيروس كورونا، بخلاف الفنيين من بعثة المنتخب المتواجدة في تونس. وتواصل مع البعثة هاتفيا للإطمئنان على المصابين، مضيفا أن هناك مسحة أخرى ستبين المصابين، بالإضافة إلى أن المصابين لا يوجد عليهم أي أعراض. وكان الدكتور وليد منصور طبيب منتخب الشباب أكد أن لاعبي المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أي أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، مضيفا كل لاعبي منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض للفيروس. وأضاف طبيب منتخب الشباب اللاعبون خضعوا تدريبا قويا بالأمس، ما يؤكد أن الموضوع ليس مريحا إطلاقا، لذا طلبنا إعادة المسحة من جهة معتمدة. إن عجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس.